لاهوره في الفيديو ده ممكن يغير نظرتك للهوية والانتماء تماما، لأن في فكرة النهاردة بندافع عنها بشراسة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفها بكلمة واحدة: منتنة. اسمها القومية. ناس كتير شايفاها فخر، بس الحقيقة كانت أخطر أداة استخدمها الغرب عشان يفرقنا بعد ما كنا أمة واحدة. قومية بتقول: أنا مصري، أنا سوري، أنا سعودي، أنا أمازيغي، أنا كردي. بس الإسلام قال: إنما المؤمنون إخوة. الغرب بعد ما فشل في هزيمة الأمة الإسلامية عسكريا دخل علينا بفكرة شيك من بره اسمها القومية. زرعوا فينا إنك لازم تفخر بلغتك أكتر من دينك، إن ابن بلدك أولى بالمساعدة من أخوك المسلم، وإن حدود سايكس بيكو مقدسة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صحابي بيقول: يا للأنصار، والتاني بيرد: يا للمهاجرين. فقال لهم: أبي دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. الحديث كان عن نداء قبلي، فما بالك بنداء قومي بيقسم الدين ويولد الكراهية بين شعوب مسلمة. قومية خلتك تبص للمسلم اللي بيتكلم لغة تانية على إنه مش منك. قومية فرقت العرب، والعرب فرقوا الكرد والمغاربة عن المشارقة، والسودان عن مصر. وإحنا بنتفرج على أطفال بتموت في غزة وسوريا وبورما، وبنقول: إحنا مالنا؟ ليه؟ لأننا مش شايفينهم مسلمين، إحنا شايفينهم مش من بلدنا. الهوية اللي كانت بتجمعنا بقت تتفتت، وبقى المسلم المصري يخاف من المسلم الباكستاني أكتر ما يخاف من الصهيوني. وكما قال الشاعر: إذا اشتكى مسلم في الهند أرجفني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني. يا جماعة، المشكلة مش في إنك تحب بلدك أبدا، مشكلة لما بلدك تبقى أهم من دينك وأهم من أمتك. قومية مش بس فكرة، قومية كانت خطة فرقتنا وخلتنا ننسى مين عدونا ومين أخونا. لو عايز ترجع تفكر صح، تابع مشكاة، وشارك الفيديو ده مع اللي محتاج يعرف إن الإسلام وحده هو الهوية الحقيقية.